صلى على النبي اخواتي، تعالوا بربع اللحمه ده نعمل عظمه. يلا بينا. اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا محتاجه حته لحمه ملبسه عشان تديك الطعم الجامد، حبه زيت مش سمنه، ولو عايزه تحطي زبده او سمنه عادي اختي. تشوحي اللحمه كده واديها صدمه جامده جدا، انا عايزها تتحروق من كل حته عشان تديني النتيجه اللي انا عايزها. ولما تاخد صدمه من كل النواحي هنرمي عليها بصل ابيض، ولما يكرمل خالص هنبتدي نرمي عليه شويه الجزر بتوعنا متقطعين زي ما انتوا شايفين. وصفة كلها مش هتاخد منك اختي غير مواعين حلة واحدة او طاسة واحدة. بعد كده ننزل بحمص الشام، والوصفة اساسها حمص الشام هيوديها في حتة تانية. رز بسمتي او رز عادي، بس انصحك تحطي بسمتي. ملح وفلفل واي بهارات تانية انت عايزاها، بس برضو بنصحك ملح وفلفل بس. ونفضل نقلب في الرز عشان الرزايه تسخن معايا. وملحوظه مهمه جدا، مش هينفع تحطي ميه ساقعه، حطي ميه من الكاتل مغليه. ودي اكله سريعه ممكن تتعمل في وسط الليل كده عشان اخواتي المغتربين اللي بيحتاروا في